السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. دعوة لتعزيز دور الشركاء لتحسين النظام الغذائي. الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة تقيم أنشطة نصف السنة. الدراجان مرها وقدوس ومتكل اليوم يحرزان المركزين الأول والثاني في طواف دبان مانجي أجي. بوتين والأسد بحسان التصعيد في الشرق الأوسط. دوريات روسية صينية في قطب الألاسكا، والجيش الأمريكي يعترض طائرتين. الإعصار الدامي يخلف 20 قتيلا في الفلبين. نظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في إريتريا ندوة في أسمرة اليوم 25 من يوليو حول تحسين النظام الغذائي. ونظمت الندوة لإطلاق مشاريع تنموية وتربية النحل وتحسين التغذية المتكاملة، وقدمت فيها مواضيع للنقاش حول الزراعة التي تضع في الاعتبار تربية النحل المتماشية مع المناخ وإنتاج العسل والمستدام وتحسين النظام الغذائي المتكامل. ويهدف المشروع إلى خلق تفاهم مشترك والتعرف على وجهات التكامل بين تربية النحل والزراعة الملائمة للمناخ، ومناقشة المشاريع التي وضعت والتوصل إلى تفاهم بشأنها، وتطوير نهج عام للرقابة والتقييم، والاتفاق على استراتيجية مشتركة للاتصال وإدارة المعرفة. وأوصى المشاركون على ضرورة تشجيع ثقافة التشجير والعمل بجدية لخلق بيئات مناسبة لتربية النحل، ورفع الوعي المجتمعي حول تربية النحل والتغذية، وتنظيم وتنسيق موارد الشركاء وعمل المزارعين بطريقة منظمة، وتربية النحل وإنتاج العسل بأهداف لتنمية المستدامة. واختتمت الندوة التي حضرها ممثلو الوزارات والاتحادات الوطنية والاستشاريون من الداخل والخارج وممثلو وكالات الأمم المتحدة في إريتريا بكلمة المدير العام لقسم الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة سيد سمر أملوسوما، الذي حث على تعزيز دور الشركاء في مواجهة تحديات تحسين النظام الغذائي واتخاذ المبادرة لعمل قوي لتعبئة الموارد وإيجاد وسائل تقييم وتنفيذ الأفكار التي قدمها المشاركون. قيمت الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة تنفيذ البرامج النصف السنوية، وبحثت خطة العمل الاستراتيجية الجديدة في اجتماع عقدته يومي 24 و25 من يوليو. وبحثت الهيئة التنفيذية للاتحاد تقارير الأقاليم المتعلقة بجهود رفع وعي وكفاءة المرأة ومشاركتها في التعليم وبرامج التنمية وصحة المرأة وتمكينها اقتصاديا وتطوير المرأة الشابة ومواضيع أخرى. وأوضحت الهيئة التنفيذية بأن أعمال مشهودات نفذت لتحقيق رؤى وأهداف الاتحاد بوضع الخطط الاستراتيجية والاهتمام الكبير بالفرص وضعا في الاعتبار التحديات والمتطلبات. وتوصل الاجتماع إلى تفاهم لمواصلة برامج تقوية التأطير ورفع الوعي المشاركة. نظمت الجمعية الوطنية للمصممين الإريتريين في الفترة من 21 إلى 24 من يوليو في أسمرة تدريبا عمليا ونظريا لتعزيز القدرة المهنية لأعضائها. وحضر التدريب الذي قدمه المصمم الرئيس المقيم في المملكة المتحدة السيد سلمون زكرياس بالتنسيق مع مفوضية الثقافة والرياضة الإريترية 120 من أعضاء الجمعية المصممين المخضرمين والجدد. وقال السيد أبراهام سلطان رئيس الجمعية الوطنية للمصممين في إريتريا أن التدريب اشتمل على أنماط الملابس وتحديد الألوان وأعمال المصممين والنماذج والاختلافات في الموضة والأناقة والملابس التي تمثل ثقافة وتقاليد قومياتنا. من جانبه قال المدرب المصمم الرئيس السيد سلمون زكرياس أنه فخور بقضاء إجازته في مثل هذا العمل، وأشاد بالجمعية الوطنية للمصممين الإريتريين لجهودها في تعزيز القدرة المهنية لأعضائها. وشكر رئيس قسم الإدارة والمالية بمفوضية الثقافة والرياضة المقدم ساميل ساقاي المصمم السيد سلمون، وقال أنه من المتوقع أن يضع المتدربين والدروس المستفادة موضع تنفيذ. وقال المشاركون لوكالة إيران أن التدريب
عزز معارفهم الحالية وحث على تنظيم هذا التدريب بطريقة أوسع. تنظم السيمينارات التنويرية في مديرية أغردت لمكافحة الأمراض المعدية التي تظهر في موسم الخريف. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممر سمير تخلاي أن الهدف من السيمينارات التنويرية لعدم إصرار الإهمال في أنشطة المكافحة، ودعا للحفاظ على نظافة البيئة ودفن البرك وتغطية براميل وحاويات المياه واستخدام الناموسيات للوقاية من أمراض الحميات الخطيرة. وناشد المشاركون لصيانة مجاري الصرف الصحية الذي يتسبب انسدادها في تكاثر البعوض. قام مركز تدريب قوات الشرطة والأمن في الدكة محرية يوم 24 من يوليو بتخريج 25 ضابط شرطة، من بينهم 19 ضابطة تم تدريبهم على تكنولوجيا الكمبيوتر والإنترنت لمدة شهر. وقال الرائد عن دوم محاري رئيس فرع التعليم الشرطي في المناسبة أن المتدربين قدموا من كافة أقاليم البلاد وأكملوا التدريب في الوقت المحدد. وفي الختام تسلم المتدربون الشهادات والجوائز من قائد مركز تدريب قوات الشرطة والأمن العميد آدم كوكول، ونائب قائد المركز العقيد زرآي قلاب، والمسؤول الإداري للشرطة إريتريا المقدم هيل برهئ. وبدورهم حث المدربون المتدربين على تطوير المعرفة المكتسبة في مكان العمل من خلال الجهود المتواصلة. حقق الدراجان الإريتريان مرهو قدوس ومتكل اليوب المركزين الأول والثاني في الطواف ديمومانجي إيجي التاسع الذي اختتم اليوم 25 من يوليو. وتصدر مرهو قدوس ومتكل اليوب المنتميان لنادي تراناغو المرحلة الرابعة والأخيرة من السباق الذي غطى مسافة 162.8 كيلومتر، واستمر من 22 من يوليو في إندونيسيا محرزان المركزين الأول والثاني. كما شهدت النتائج الإجمالية لجميع المراحل الأربعة تحقيق الدراجين الإريتريين المرتبة الأولى والثانية في القميص الأصفر والأول والثاني في منافسات أسد العقبة وتحقيق الفوز المزدوج. الدراجان الإريتريان الآخران إيفان يماني وأخليل جبريوات احتلا المركزين 26 وال41 على التوالي في الطواف الذي شارك فيه أكثر من 70 دراجا. تجدر الإشارة إلى أن الدراج الإريتري بنيام جرماي عضو نادي انترمارش البلجيكي قد دخل التاريخ بتسجيله الفوز في 3 مراحل والفوز بالقميص الأخضر في طواف فرنسا للدراجات رقم 11 بعد المئة الذي انتهى في 21 من يوليو الجاري. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو نظيره السوري بشار الأسد وفق مشاهد بثها التلفزيون الروسي. وذكر التلفزيون أن بوتين يبحث مع الأسد التصعيد في الشرق الأوسط على خلفية الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة والعلاقات الاقتصادية الثنائية. وروسيا حليف أساسي لسوريا منذ تدخلها العسكري في النزاع في هذا البلد دعما للأسد في العام 2015. كما أنه من المحتمل أن تقوم بدور وساطة لتخفيف حدة التوتر بين سوريا وتركيا. وآتى اللقاء وهو الأول بين الرئيسين منذ مارس 2023. وقال بوتين متوجها إلى نظيره السوري: إنه يهمني كثيرا رأيكم حول تطورات الوضع في المنطقة برمتها. للأسف يميل الوضع إلى تصعيد، هذا ما نشاهده، وسوريا معنية مباشرة بذلك، في إشارة إلى الحرب في غزة والتوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان إذا يجرى تبادل إطلاق النار بين شبه يومي مع حزب الله. أكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ دورية مشتركة مع الصين فوق مضيق بريانغ قرب ألاسكا. وقالت إن التحليق المشترك للطيران الحربي الاستراتيجي الروسي والصيني استمر لنحو 5 ساعات. وأضافت الوزارة في بيان أن المقاتلات الروسية وفرت قطاع للعمليات المشتركة،
مشيرة إلى أن الدورية تمت ضمن إطار القانون الدولي دون انتهاك للحدود الجوية للدول الأخرى. كما أكدت على أن هذه الفعالية تأتي في إطار خطط التعاون العسكري المشترك للبلدين للعام الجاري. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن الدورية الجوية المشتركة التي أجرتها مع روسيا قرب ألاسكا لم تكن تستهدف طرفا ثالثا، وهي تتوافق مع القانون الدولي وليست مرتبطة بالوضع الدولي والإقليمي الحالي. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي أنه اعترض مقاتلات صينية وروسية في منطقة ألاسكا رغم أنها ظلت في المجال الجوي الدولي. قضى 20 شخصا في الأمطار الغزيرة المرافقة للإعصار في الفلبين، وتتواصل عمليات إزالة الركام والأضرار على ما جاء في حصيلة جديدة للشرطة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وسقط القتلى في مانيلا ومقاطعات محيطة بالعاصمة جراء فيضانات وانزلاقات ترابية وصعق بالتيار الكهربائي وسقوط الأشجار خلال الأمطار الغزيرة التي انهالت على جزيرة لوزان الأكثر تعدادا للسكان في البلاد. وضرب الإعصار جيامي تايوان ويتوجه حاليا نحو شرق الصين. وغرقت ناقلة ترفع العلم الفلبيني محملة ب1.4 مليون لتر من النفط قبالة سواحل مانيلا، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الطاقم، على ما أعلنت السلطات التي تحاول تجنب حصول تسرب نفطي وفق وكالة الصحافة الفرنسية. انطلقت الاجتماع 57 لوزراء خارجية الإسيان بلقاء وزير خارجية لوس الكلمة الافتتاحية تحت شعار الإسيان تعزيز الاتصال والمرونة. ويعقب اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا قمتان في لاوس لمعالجة القضايا العالمية الرئيسية التي سيحضرها مسؤولون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والصين وروسيا. ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية آسيان الجهود غير المثمرة حتى الآن لإنهاء صراع المعوق الذي تحول إلى حرب أهلية في ميانمار التي يديرها الجيش، التي تقول أن الأمم المتحدة أنها أدت إلى نزوح 2.6 مليون شخص. ويشعر أكبر أعضاء الكتلة بما في ذلك تايلاند وأندونيسيا وسنغافورة وماليزيا بالإحباط بسبب عدم رغبة المجلس العسكري في احترام التزامه بالحوار. تذكير بالعناوين مرة أخرى. دعوة لتعزيز دور الشركاء لتحسين النظام الغذائي. الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني للمرأة تقيم أنشطتها النصف السنوية. الدراجان مرها وقدوس ومتكل أيوب يحرزان المركزين الأول والثاني في طواف. بوتين والأسد يبحثان التصعيد في الشرق الأوسط. دوريات روسية وصينية قرب ألاسكا والجيش الأمريكي يعترض طائرتين. الإعصار جيامي يخلف 20 قتيلا في الفلبين. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. في أمان الله.